صباح الورد يا حبايبي، عاملين ايه؟ وصفة النهاردة سهلة جميلة جديدة وموفرة، هتفرط معاكي وتطلع معاكي كمية جميلة قوي تقدر تكفي العيلة كبيرة مثلا مكونة من 6 أفراد. طبعا الأكلة كمان جديدة قوي، هتعجب الولاد قوي، وصدقيني جربيها ما تستغربيش من الجديد. اعملي الجديد لأن الولاد كلهم بيحبوا الحاجات الجديدة، وما تخافيش من أي حاجة جديدة. خلينا نجدد كده في مطبخنا وبرضه على قد إمكانياتنا. هنبتدي الأول بمكرونتنا السهلة، وبعدين هنسلق مكرونتنا بمنتهى السهولة زي ما احنا عايزين. وبعدين هنحط زيتنا الجميل، حطينا فيه شوية الفلفل. انا دايما احب احط في الزيت الفلفل الاول وبعدين انزل الطماطم. ممكن على فكرة تصفي الطماطم او ما تصفيهاش، بس انا كنت مصفياها عادي مش هتفرق يعني. ماشي، هنبدأ دلوقتي نقلبها. بس على فكرة القشر بتاع الطماطم بيعمل مشاكل في القولون للي ما عنده مشاكل في القولون. فهتحطي دلوقتي معلقتين الخل الجمال وتحطيهم على الصلصة. هتنقل على فكرة المكرونة في حتة تانية خالص. معلقتين الخل دول هتحطي شوية الفلفل تاني وشوية الملح وبهارات مشكلة، لو عندك بصل بودر توم بودر كله مش هيقول لأ. أي توابل في الوصفة دي حطيها هتعزز النكهة عندك، لأنها طماطم كده متعددة النكهات. تحطي شوية الطماطم بقى والفلفل الأخضر الجميل، شوية زيتون كده كانوا متبقيين من العشاء كده نقطعهم ونعينهم لوصفة زي دي كده، وبعدين نروح مقلبين. خلاص انت كده عايزة تضيفي مكرونتك والخضار بتاعك يبقى بيقرش كده في المكرونة، قلبي مكرونتك في اللحظة دي. طب انت بتحبي الخضار ما يبانش، خلاص سيبي خضارك ياخد ويدي كده مع المكرونة، هيظبط معاها ويبقى جزء منها كده زي ما انت شايفة كده. هنا الخضار خد ودة مع الصلصة فبقى جزء منها. بتحبي يقرش يبقى قلبيها من شوية، بتحبيه يبقى مهري كده في الصلصة سيبيه شوية وبعدين نزلي مكرونتك. طب انت برضو بتحبي مكرونتك متشمعة، خلاص يبقى لازم اسلقها يبقى فيها برضو قطمة. طب انت بتحبي تقلبيها في الصلصة كده ويبقى صلصتها باينة فيها، يبقى لازم تسلقي المكرونة سلقة كاملة وتقلبيها وتقدميها على طول بعد ما قلبتيها وسخنتي الصلصة. انا عن نفسي بحبها فيها الصلصة يعني، كل واحد بقى وذوق. كده خلصنا يعتبر المكرونة بقت جميلة وتعتبر على التقديم. خلاص نيجي لوصفتنا بقى اللي انا شايفاها جديدة وجميلة وموفرة. وصفتنا اللي كان قدامكم من شوية ما كانش قرنبيط، انا كل اللي دقها قال لي قرنبيط، هم مصممين ان هي قرنبيط، والله يا جماعة ما قرنبيط. دلوقتي هنعمل البقدونس الأول ونخرطه. دي ربطة بقدونس يا جماعة كاملة، تمام. بس الورق بس من غير العيدان، تمام. مكوناتنا بقى بانيه. الأكلة دي يا جماعة بانيه، هنقطع البانيه. أنا ده بالظبط 700 جرام بانيه، ممكن تعمليه بأي كمية عندك. ال 700 جرام دول ما شاء الله هيكفوا مثلا عيلة مكونة من 6 أفراد كبار. كل واحد ياخد له مثلا في حدود 3 قطع، 3 قطع حلوين. فأنا شايفة إن الكمية فرطت، لأن أنت لو جبتي 700 جرام مش هيكفوكي قطعة حلوة كده محملة. يعني هتبصي تلاقي قطعة البانيه محملة كده مليانة، هتشوفيها بعد شوية. هنقلب في شوية البانيه دول البيضتين بتوعنا، وبعدين نحط توابلنا بقى. بابريكا، توابل مشكلة برضو، توابل لحمة، اللي هم ال7 بهارات يعني، والكزبرة والملح والفلفل. عندك بصل بودر برضو حطي، عندك توم بودر حطي برضو. على فكرة يعني أبدعي في موضوع التوابل، في أكلات ما بيبقاش فيها مشكلة خالص إنك تضيفي أي توابل. دي من ضمن الأكلات دي. أنا دول اللي كانوا موجودين، ما كانش عندي بصل باودر وتوم باودر والله، فأنا ضفته كده كده جميل قوي. هنحط دلوقتي بقى البقدونس برضو ونقلب. والأكلة دي هتعجبكم جدا يا جماعة وسهلة، يعني ما خدتش وقت خالص. هنا ربع كوباية اللبن، أنا هحط الأول ربع كوباية اللبن لغاية ما أشوف كده دنيتي إيه. يعني عايزة أشوف الأول العجينة كده زي ما بنعمل القرنبيط كده. ممكن تبقي تحسي إن العجينة سالت منك فتحطي دقيق، أو العجينة ماسكة منك فتحطي لبن، على حسب. دلوقتي انا حطيت البقدونس وهقلبه، وبعد شوية هنشوف كده برضو عجينتنا. هنبدأ نضيف معلقتين الدقيق وعليهم معلقة نشا كده حلوة، علشان برضو تخلي بقى البانيه بتاعنا مقرمش وجميل. طبعا احنا عارفين النشا في كل المقرمشات بتقلي قرنبيط، بتقلي بانيه، بتقلي ستريبس، اي حاجة حطي فيها شوية النشا كده يخلوك الدنيا مقرمشة قوي يعني. قلبنا. بصي انا بصي العجينه حسيت ان هي ماسكه، ضفت بقيت ربع الكوبايه.
ضفتها كلها اهو. هقلب كده عجينتي هتبقى تمام التمام على الآلية. بصي منظر العجينة يا جماعة متماسكة، العجينة متماسكة. بصي البانيه مسك في بعضه بقى كتلة واحدة. انت حسيتي ان البانيه مش ماسك في بعضه، يبقى انت محتاجة معلقة دقيق. طب انت حسيتي ان البانيه ماسك قوي، ضيفي شوية لبن. طبعا احنا كلنا شاطرين وفاهمين في الحاجات دي جدا. هتبقي انت بتويمي كده عجينتك في المرة. وانا بقطع البانيه انا ندمت والله ان انا ما قطعتوش صغير، بيتهيألي كنت ضاعفت الكمية. انا احب اضاعف اي كمية في اي حاجة يعني فانا ندمانة ان انا ما قطعتوش اصغر من كده. بس أنا باقول لكم نصيحة، قطّعوه أصغر من كده، لإن قطعة البانيه حسّيتها إن هي كبيرة، القطعة وهي كبيرة، كانت ممكن ترمي لي أكتر من كده بانيه. فأنا بادّيكم نصيحة بقى أنا أخطأت فيها يعني. هنقلّب كده البانيه، بُصّوا جميل، بُصّوا يا جماعة منظره، منظره والله ما تفهميش هو قرنبيط والّا بانيه، محيّر، بس هو جميل وسهل. قطعة البانيه هتبُصّي تلاقيها بعد القلية نفشت، ما بقِتش هي القطعة الرقيّقة اللي بناكلها، حاجة نافشة كده، طرية من جوّه، مقرمشة من برّه. طعم البانيه مختلف. على فكرة يا جماعة أنتم ممكن تضيفوا فيه الجبنة هتخلّيها جامدة، بس أنا ما كانش عندي جبنة. لو يا جماعة أنتم عجبكم دايمًا وصفاتي، يا ريت بقى لايك وكومنتات وشير، أي حاجة وأي كومنت على وصفاتي كلموني في الكومنتات. عايزين نكلم بعض كده ونتواصل، ويا ريت دايمًا نبقى مع بعض في الخير.